يتجول على سفوح الجبال بحثا عن أوكارها، يطاردها من جبل إلى جبل، لا يكترث لارتفاع تلك الجبال أو انخفاضها، فالمهم لديه هو الوصول إلى الهدف الذي لا يعد فقط صعب المنال للغالبية العظمى من الناس، بل إنه يندرج تحت بند الخيال وربما الكابوس للكثيرين. ايوه بيجي زي هيك 4 أصابع بيجي من قدام زي هيك، رد عليه. هي وبيجي وسيع مو زي الهر. ايوه شايف هذا مش ضبع واحد لحاله، هاي 2 3 تلاقين هاي ضبعه مجريين والده وراها اولادتها، شايف لانه فعلا في ضبع. راضي العوض المواطن العجلوني احترف مهنة مهاجمة الضباع في أوكارها، لا يأبه بما يطلق على تلك الحيوانات من صفات مرعبة كالافتراس والانقضاض على الفريسة وتقطيع أوصالها، بل إنه هو الذي أصبح يشكل مصدر رعب للضباع التي تتخلى عن شراستها أمام هذا الشخص الذي حير الجميع بهوايته المحفوفة بالمخاطر. هاي المسحرة تبعته، هاي البيت تبعه، هاي الأثر تبعه، بس الأثر زي ما تقول يعني مش لهذاك الدرجة، يعني ممكن معمري ممكن مش معمري، المفروض نشوف جوا وإن شاء الله على الله نلاقيه. بدي أفوت ساعة بنشوف كيف. راضي الذي أصبح ملاذا للكثيرين ممن يئنون تحت وطأة الهجوم المستمر للضباع على أغنامهم وممتلكاتهم. يعني شد أقول لك الغنم بالبطين، هذا المصري بطل يحم ينام بالخلع عند المواشي، كل يوم حي على الصلاة حي على الفلاح يذبح له شهين وياخذهن، وكلاب أكل لك كلاب ما خلى يعني اللي قدامه واللي وراه، يعني كل يوم منه مخرب الدنيا كل يوم. يبدأ رحلة القبض على الضبع بتقصي أثره بين الجبال حتى يصل إلى ما يسمى بالموكرة، لتبدأ بعدها الحلقات الأكثر رعبا عندما يبدأ بالزحف إلى الداخل طالبا من مساعديه إغلاق باب الوكر بالحجارة فور دخوله، وذلك خوفا من هروب الضبع. الساعة الآن احنا سكرنا عليه هيك، هو فات جوا. الساعة بعملية انه شو جوا بساوي، بربط الضبع وبلجمه، وبس يطلع الصوت تاعه انه افتحوا لي الباب، نفتح الباب ونطلع الضبع من زمان الضبع نضل متسهلين. هي الضبع طلع، دير بالك. ما عليك. دير بالك يا اخوي، دير بالك. توكل على الله. شوي شوي من هذا روح هذا عليك هذا لو انه كبير شو بدي اسوي؟ ايوه وقف خلوا جعر بعد الذكر شايف، اما راح يحصل عليها ان شاء الله كلية لان نفس المنطقة بنفس بالك هدا. طبعا لو معنا شوية مي، معاكم شوية مي سقيه، هات لي قزازة المي، عطشان قد ما عسى لحاله، هات لانه هاي شايف عطشان طبعا هيوقف. هذا عطشان طبعا بسقيهن انا، بطعمهن بروضهن وبرقيهن عطشان. شايف هذا اذا كانت له العطش كيف بعد عن الجوع. وما أن ينتهي راضي من مهمته حتى يقوم باستهلال خطوات الترويض، ومن ثم اصطحابه إلى منزله حيث يعد مكانا مخصصا لفرائسه من الضباع.
هذا جديد. عملية مطاردة الضبع استمرت تقريبا 4 إلى 5 ساعات. استطعنا في النهاية مسك الضبع الذي سبق وأن شكى منه جيران راضي العوض. خالد خطاطبة من جبال عجلون، الغد.